القصة هذه حقيقية، صارت في برج الكيفان بالعاصمة. كاين واحد الراجل يخدم ليل ونهار ما يوقفش، كل هدفه يلم الدراهم باش يوفر مستقبل مليح لداره وولاده. كان دايما يقول نصبر اليوم باش نرتاح غدوة. مع الوقت قدر يلم مبلغ مليح، حوالي 3.2 مليار سنتيم، يعني قرابة 230 ألف دولار. كان فرحان بزاف، حاس روحه خلاص ضمن مستقبله. بصح ما كانش عارف باللي الطعنة جاية من أقرب الناس ليه، مرته اللي كان يثق فيها ثقة عمياء. مع الوقت بدأ يدخلها الطمع، وبدأت تخطط في السر مع صاحبتها، وحتى دخلت ولدها الصغير في القصة. في نهار عادي كي كان الراجل برا، عطاتهم مفاتيح الدار ودخلوا عادي كما أنهم من العائلة، وما كان حتى كسر ولا شك. وخذاو كامل الدراهم اللي تعب عليهم سنين. من بعد بدأوا يصرفوا بطريقة غريبة، يشروا ذهب، حاجات غالية، وحتى كانوا حابين يهربوا بطريقة غير شرعية. مرته كانت تحس روحها آمنة لأنها بعيدة على الشكوك، وحتى استعملت أسماء ناس آخرين في الهواتف باش تغطي روحها. بصح التحقيق بدأ، ومع تتبع المكالمات كلش بان، كل الخيوط رجعت لنفس الدائرة. حتى أخوها حاول يدخل باش يغطي شوية ويرجع جزء من دراهم، بصح كان فات الوقت. وفي الأخير المحكمة حكمت عليهم 10 سنين حبس نافذ للزوجة وصاحبتها. والراجل اللي خدم سنين كاملين خسر كل شي في لحظة.